الفرق ما بين الظهر الخلع وما بين الاصل الجديد، وليه الظهر الخلع لما بنيجي نركبه لازم الجهاز تفتحه. ناس كتير قوي متعرفش الموضوع ده. الظهر الاصلي خلع اللي الناس بتسأل عليه في الاجهزة بتاعه الليزر اللي بتتحرق ظهورها ليزر، زي ال 13 برو ماكس، 14 برو ماكس، 12، 11، الكلام ده كله. لازم الظهر عشان خلع تفتح الجهاز وانت بتركبه. ليه؟ لان هو بيجي الفتحات اللي هي بتبقى حوالين العدسة بتيجي ضيقة دي، يعني لازم تركب وتفك الفريم بتاع العدسات دي وتفك التبنيط بتاع اللحام ده علشان تقدر تركب الظهر. شايف اللحام ده؟ شايف كل ده؟ لازم تفكه، ولازم تخلع العدسات دي كده كلها، وبعد كده تركب الظهر، وبعد كده تركب العدسات دي عليهم من فوق بعد ما تركب الظهر، وبعد كده تيجي من جوه تقوم لاحم العدسات من تاني. يبقى انت كده خلصت تركيب الظهر. ده الظهر الخلع. انما الدهور الجديده كلها بجميع انواعها، سواء اصل جديد بقى سواء مستورد، كل شغل بيجي مستورد، اصل جديد، كوبي هاي كوبي، بيجي وبيركب من غير ما بتفتح الجهاز. ليه؟ لان بتبقى العدسات بتاعته واسعه، فمجرد ما بتجيب الظهر، ده الظهر اهو، مجرد ما بتجيب الظهر بتركبه كده والظهر بيركب وبيخش هنا من حوالين العدسة، فبتبقى مش محتاج اللي انت تفك الجهاز. ده الفرق ما بين الظهر الاصلي الجديد او الكوبي او الهاي كوبي، والفرق ما بين الظهر الخلع. فاي حد هيقولك انا عندي ظهر خلع وهركبه لك من غير ما افتح الجهاز، اعرف ان الكلام ده مش حقيقي.